على موضوع الزارع والزرع، لأن في شهر هاتور بيحصل الزرع، فالكنيسة بتاخد من الفصول اللي حادثة حوالينا وتدي تعليم. يعني شايفة ان احنا شايفين الزرع بيتزرع، فبتلفت انتباهنا ونظرنا ان موضوع الزرع ده موضوع روحي، مفروض احنا ناخده بطريقة روحية. فتكلمنا الكنيسة عن مثل الزارع خرج ليزرع، ومثل الزارع محفوظ كلنا حافظينه. الزارع هو ربنا، والبذار هي كلمات ربنا، والأراضي اللي محطوطة هنا في الإنجيل زي أنواع القلوب. وكلمنا عن قلب عامل زي الطريق مفتوح للخير والشر ماشي فيه، يعني في حياة سطحية مع الله ملاش عمق، وده ما كانش بينفع، لأني يقول البذار سقطت عليه الطيور أكلتها. والنوع الثاني من الأراضي قال عنه أرض حجرية، البذرة تيجي عليها وتلتقي بالكلمة بفرح، لكن مجرد حدوث أي حدث تجربة يقول خرجت الشمس أحرقته، شمس التجارب ملهوش عمق برضه لذلك احترق. والنوع الثالث بذار سقطت في وسط الشوك، والشوك هو رمز اللعنة، رمز هموم العالم وشهوات الغنى وأباطيل الدنيا. برد الشوك خنق البذرة فلم تثمر. أما النوع الرابع اللي هو أرض جيدة مفلحة فسقطت فيها البذار أتت بالثمار المطلوبة. ده إجمالي أو مجموع كل أنواع الأراضي اللي بتشير إلى القلوب. وإذا كنت أنا الزارع فماذا أزرع؟ عايز أزرع خير، أزرع بر. وفي آية أعتقد كلكم تعرفوها، ما يزرعه الإنسان إياه إيه؟ يحصد. تزرع خير هتحصد خير. يمكن مؤقتا يقول لك أنا بعمل خير بيتردلي شر، خلي بالك ده مؤقت، خليك في الخير وفي النهاية هيكون خير. وفي آية جميلة في سفر الجامعة يقول الشرير إن عمل شرا وطالت أيامه 100 مرة إلا أنني. شوفوا الجامعة بيقول إيه معلمنا سليمان الحكيم، الشرير يعمل شر 100 مرة وتطول أيامه كثيرا إلا أنني أعلم أنني متأكد أنه يكون خير للذين يحبون الرب. مفيش كلام. أنا شايف الشر غالب والشرير فرحان وبيعمل الشر، وأنا بعمل خير يتردلي شر، إلا أنني أعلم أنه يكون خير للذين